السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملامح من تاريخ قبيلة الزبرمة. المبحث الأول يتحدث عن اسم القبيلة. الاسم الشائع لهذه القبيلة في السودان والمملكة العربية السعودية هو زبرمة، لكن الاسم المتعارف عليه وسط أفراد القبيلة هو زرمة، ويطلق على الفرد منهم زرميزي أي ابن زرمة. هناك عدد من الأسماء تطلق على هذه القبيلة كما هو الحال عند سائر القبائل، ففي المملكة العربية السعودية والسودان تعرف القبيلة باسم الزبرمة. وفي معظم دول إفريقيا الغربية يطلق على قبيلة الزبرمة أسماء عديدة مثل جرمة وسنوي سونغاي وزرمة وزبرمة، ومعلوم أن كثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى. المبحث الثاني التأصيل. يعود أصل قبيلة الزبرمة إلى السودان الغربي الذي كان يمتد من جمهورية السودان حاليا إلى المحيط الهادي غربا، ومن مالي جنوبا إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط شمالا، حيث نجد أن الزبرمة يسكنون في تلك المناطق منذ عهد ما قبل التاريخ، حيث يقول الأستاذ محمد سالف جالو أحد مؤرخي جمهورية مالي يقول فمنذ عهود ما قبل التاريخ سكن منحنى النايجر شعوب قو صيادين، وسركو صيادي السمك، وقابي اللي هم المزارعين. وقد أكد أيضا وجود قبيلة الزبرمة في هذه المناطق منذ عهد ما قبل التاريخ، وقد ذكر في كتب التاريخ أن ممالك البربر والأفارقة هم من أبناء فارق بن بصير بن حام بن نوح عليه السلام، وقبيلة الزبرمة تنتمي إلى شعب البرابرة. وقد ذكر التاريخ الليبي أن قبيلة الزبرمة تنتمي إلى شعب البرابرة المنتشرين في إفريقيا ما بين البحر الأحمر شرقا إلى المحيط الهادي غربا، ثم من مالي جنوبا إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث توجد قبيلة الزبرمة في كل من مالي جنوبا السودان، مصر، ليبيا، المغرب، توغو، بنين، بوركينا فاسو، تونس، الصحراء الغربية، بالإضافة إلى ساحل العاج. وهم يتحدثون لغة الزرمة التي تعتبر من أهم لغات البرابر السمر. ذكر الدكتور عمران أبو صلاح أبو جيلة أن قبيلة الزبرمة تنسب إلى جرمة بجمهورية ليبيا. هذا يوافق ما ذكر في التاريخ الليبي بأن الزبرمة يعرفون بجرمة نسبة إلى جرمة في الفزان، حيث يقول التاريخ أن الموقع الأصلي لقبيلة الزبرمة هو جنوب الجماهيرية الليبية، حيث أسسوا سلطنة جرمة بقيادة القائد ريشن الذي استطاع تكوين جيش عظيم وقوي جدا يضاهي القوة الرومانية في ذلك الزمان. كانت قوة جبارة جدا. وكان جيش سلطنة جرمة يقطع التجارة الرومانية في شمال إفريقيا، إلى أن أرسل لهم الرومان جيشهم الجرار بقيادة كيرنليوس بايوس، حيث تمكن من القضاء على سلطنة جرمة سنة 21 قبل الميلاد. وكان ذلك سبب انتشار الزبرمة في بقاع العالم وانصهار جزء كبير منهم في قوميات أخرى، مما أدى إلى إظهارهم وكأنهم أقليات، ولكنهم انصهروا في قوميات أخرى فقط. الاسم سنوي أو سونغاي أطلق أول ما أطلق على ذلك الجزء من وادي نهر النيجر على الشعب الذي يسكن تلك المنطقة، على المملكة التي أقامها هذا الشعب على لغة وأرض زرمة أو جرمة. يقول الأستاذ الدكتور عبد الفتاح الغنيمي وهو يتحدث عن دور الإمبراطوريات الإسلامية السودانية الثلاث التي ساهمت في نشر الإسلام، يقول ومن هذه الإمبراطوريات مملكة سنوي، والتي أطلق عليها سنوي أو سونغاي، وقد قامت في منطقة السافنة الواقعة بين خطي العرض 8 درجة إلى 17 درجة شمال خط الاستواء، عندما تبدأ الصحراء في الظهور، نسبة إلى قبيلة سنوي أكبر القبائل الإفريقية. ومن ضمن الحكام الذين تعاقبوا على هذه الإمبراطورية سني علي بيرو، سني بارو أبو بكر، وعدد منهم مثل سني علي، سني أبو بكر، أسكيا محمد، أسكيا موسى، أسكيا محمد بونكانو، أسكيا إسحاق، أسكيا إسماعيل الأول، وغيرهم. وهذه نماذج لخشم بيوت بالسوداني كده يعني، أو فروع قبيلة الزبرمة.
كما تشاهدونهم في الشاشة الآن، مثل قبدبورو، دنديبورو، كورتي، برجيكو، درمغندا، وهكذا. هذه المعلومات اقتبسناها من بحث تكميلي لنيل درجة البكالوريوس للطالب محي الدين عبد الرحمن عز الدين، جامعة سنار، إشراف الدكتور